هلا، شلونكم؟ رجعت وياكم اليوم بفيديو جديد. وصفتنا لليوم كباب الدجاج. طبعا هذا الكباب يجنن، طعمه يجنن وكل سهل وما راح ياخذ من عندكم وقت. ويلا نشوف الطريقة. بالبداية بسم الله نحضر التوست. اضيف له قليل من المي الرطبة. طبعا هنا محضرت لك قطعة من التوست. بعد ما ضفت مي للتوست تركه على جنب. هنا عندي صدر دجاج ثارمته قبل بوقت. اضيف له الكرفس والبصل ثارمتهم ناعم. بعدها اضيف التوابل فقط بابريكا وفلفل اسود وملح. واضيف التوست اللي نقعناه. تقدرون تستبدلون التوست بالليه، بس احنا نحب التوست ويا الدجاج. اذا ما متوفر توست تقدرون تستبدلوه باي صمون عندكم بالبيت. نعجنه كله زين. بعد ما عجنت الكباب كله زين وتركه على جنب. حضر الصينية، خلي ورق زبدة. ننزل الدجاج. نساوي بهذا الشكل. طبعا انا ضفت زيت بايدي حتى ما تلتصق عندنا العجينة. بعدها حنقطعها بالقطاعة. نضيف الطماطم. طبعا انا راح اشوي وياه طماطم، تقدرون تشوون اي شي انتو تحبون. بعد ما كملت التقطيع وضفت الطماطم حدخله للفرن على درجة حرارة 200 من الاسفل، بعدها من الاعلى. وهذا الكباب بعد ما طلعناه من الفرن، والريحة ما اقدر اوصف لكم اياها تجنن. ونرش رشة من الملح على الطماطة. نضيف الكرفس والبصل. وهذا الصمون هم جهزته سابقا. اني هذا الصمون مسويته على القناة، تقدرون تراجعون الفيديوهات وتشوفون الطريقة. وهذا الكباب شوفوا لي شلون طري، وشوفوا لي الصمونة شلون طرية. نقسمها بالوسط. شوفوا لي داخلها جنن يجنن طريقة هذا الصمون. طبعا هذا الصمون جربوه، اذا يبقى عندكم 3 ايام ابد ما يبس عندكم ابد. نضيف الكباب والبصل والطماطم. نضيف قسم الثاني من الكباب ونضيف الكرفس. واكيد شهيتكم هسه. جربوها صراحة طعمها يجنن، كلش طيبة وسهل، ما اخذ من عندي وقت. اتمنى اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو. واقولكم سلامكم العافية، مع السلامة، انتظروني فيديو جديد.